ونعود نذكركم بالنشرية الخاصة التي أصدرتها مصالح الأرصاد الجوية التي تحذر من هذه التقلبات الجوية وتحديدا الرياح الجد قوية، والتي قالت أنها يمكن أن تصل إلى 120 كيلومتر في الساعة، وأيضا هنالك تساقط للأمطار، ولكن التحذير أكثر من الرياح. وكان معنا قبل الفاصل المسؤول في الحماية المدنية أعطى جملة من النصائح للمواطنين في كيفية التعامل مع هذه الظروف الجوية والابتعاد مثلا عن، مثل ما كان يتحدث مسؤول الحماية المدنية، عن الشرفات، النوافذ، الأشجار، أعمدة الكهرباء، راكم تقروا في البيان على الشاشة، إضافة إلى وضع السيارات والعتاد في أماكن آمنة، عدم الاقتراب من السواحل خاصة المناطق الصخرية والبحيرات والمجمعات المائية، وأيضا الاستعانة بوسائل إنارة إضافية ممكن التيار الكهربائي لا يكون بسبب هذه الرياح. وهذه كلها نصائح للتوعية، ليس للتخويف ولا للترهيب، ولكن المواطن يجب أن يأخذ بها ولا يستخف بها. طيب، للحديث أيضا عن هذا الوضع الجوي معي عبر الهاتف الشيخ فرحات، الخبير في الأرصاد الجوية وفي قضايا البيئة والمناخ. شيخ فرحات، مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير قادة، يعطيك الصحة اللي راك معنا شيخ فرحات. ونبدأ أولا بشرح هذا الوضع الجوي الراهن للمواطنين شيخ فرحات، وهذه الرياح القوية جدا المتوقعة في الساعات القادمة. شوف قادة، باش المواطن يفهم باللي رانا في فصل الشتاء، وشيء طبيعي هذا هو فصل الشتاء اللي كنا نعرفوه الأيامات اللي فاتوا وعرفته الجزائر. شيء طبيعي عندها يومين كان الريح قوي لحق حتى 120 كيلومتر الساعة من جهة ولاية النعامة، منطقة عين الصفراء، تمك سجلنا قوة الرياح وهمت كاع الغرب الجزائري. والوضعية اللي راح ننتظروها غدوة إن شاء الله هي ضغط جوي منخفض راه متمركز في المنطقة الغربية تاع البحر الأبيض المتوسط ما بين السواحل الإسبانية على كوستا برافا كوستا ديل سول والسواحل الغربية. هذا الانخفاض هو اللي يخلي باش يكون متبوع معاه اضطراب جوي خلال هذه الليله، يبدا يقيس المناطق الغربيه بامطار عاديه، امطار طبيعيه، وابتداء من الليله هذه يلتحق ولا صبيحه النهار غادي يلتحق بالولايات ويكون متبوع برياح قويه. والرياح القويه تكون خاصه على منطقه البحر، لان في البحر تقدر تلحق 110 كيلومتر في الساعه مع تموجات اون تري فورت على هذه المنطقه تاع البحر الابيض. انا لاحظنا اليوم كنا نقارنوه مع البارح ولا البارح ارتفاع في درجه الحراره، لان هذا الضغط هذا خلى باش تكون تيارات جنوبيه غربيه هي اللي خلت شويه الحراره ترتفع. اليوم سجلنا 22 عندها يومين سجلنا بقت حراره ما تعدتش 12 13 درجه. هذا شيء عادي على كل حال. هذه الوضعيه، وهذه الوضعيه هي اللي تخلي هذا الباساج تاع البيرتورباسيون تاع الاضطراب الجوي يجوز رابيدمون يقيس المناطق الغربيه ابتداء من هذه الليله وصباح نهار الغد، وكذلك صباح نهار الغد الولايات الوسطى، وغدوه في الليل يلتحق بشرق البلاد ويكمل طريقه على المنطقه الشرقيه تاع البحر الابيض المتوسط. يعني في الجزائر سيكون 3 أيام، 3 والأربعاء والخميس. ثلاثة والأربعاء غدوة والخميس بدات تهدن الأمور، تبدا إلى الريح يطيح كما اليوم راكم لاحظتوا. اليوم كان الريح ما كانش عادي، كان يا ربي 20 30 كيلومتر في الساعة. ونتوقع بحر أيضا بما أنها تقترب الرياح القوية من البحر يكون شديد الهيجان أيضا شيخ فرحات. شديد الهيجان، وهذه عرفناها في 1981 العاصفة اللي قاست منطقة الغرب الجزائري خاصة وهران ومستغانم ومرصد بن مهيدي مرن بوهران أرزو، وأيضا هذه تخلي باش الناس البحارة، الناس اللي ماشوا الملاحة والصيد البحري ياخذوا حذورهم، لأن كاين لي كابيتان هذوك يجوهم من هذول النشرات الجوية خاصة للبحر على جال الرياح اللي تكون قوية في هذه المنطقة تاع البحر الأبيض المتوسط. وهذه المنطقة معروفة لأنها قرب السواحل الإسبانية مع الجزائر، تخلي واحد المنطقة تاع البحر الأبيض سور لا مير دالبورون، بحر البورون.